وزمايلي اللي قبلوا معايا في نفس الدفعه يعني. طبعا موقف كانت لجنتك من مين؟ فنانين معروفين ولا نقاد؟ طبعا استاذنا سعد اردش الله يرحمه، طبعا استاذ كرم مطاوع، يا خبر، الدكتور فوزي فهمي الله طبعا، يرحمه، دكتور نبيل منيب، دكتوره سميره محسن، زكريا سليمان، لا اساتذه كبار. لا عظام طبعا، اسامي طبعا كبيره. فاكر المشهد كنت محضره كان ايه؟ مشهد طبعا عالمي ولا ايه؟ لان في الفصحى كان مشهد عالمي من مسرحيه راشومون شخصيه تاجومارو، وفي العاميه كان دور شراره من مسرحيه الزنزانه تاليف سيد الشربجي. وفي التصفيه الثانيه عملت بالاضافه لدول شخصيه كاميل دي مولان في مسرحيه 14 يوليو تاليف رومان رولان. ده مسرحيات كلها من كلاسيكيات الادب العالمي، موضوع قوي جدا. كانت في الوقت ده كنت شايف مين من الفنانين بالنسبه لك المثل الاعلى؟ لان ده انت واضح ان انت على درايه بمسارح بقى عالميه، وحاضر حاجات كتير من الاعمال العالميه، وشاري كتب ومذاكر كويس يعني. انا ما كانش عندي ولا كتاب في الهندسه الحقيقه. كانت كله في الفن والتمثيل. كل الكتب، ياخد مصروفي كله واروح على معرض القاهره للكتاب، اشيل شنط وارجع. كله مسرح، وكل مكتبتي مسرح، ما فيهاش ولا كتاب هندسه. فطبعا قاري مسرح كتير جدا، بالذات المسرح العالمي طبعا. وطبعا كلنا يعني تاثرنا بالمسرح العالمي بالمؤلفات العظيمه. في الفتره دي طبعا كان استاذ الاساتذه نور الشريف واحمد زكي طبعا وعمر الشريف، ناس كتير كانوا بصراحه، او رشدي اباظه، كانوا بالنسبه لنا يعني القدوه والمثل في الفن. ومن الممثلات طبعا سناء جميل والعظيمه سميحه ايوب، كتير كتير جدا يعني. كنا بنبقى هدفنا ان احنا لو وقفنا جنب دول يعني تبقى حاجه عظيمه. لكن انا لما قدمت كنت معتمد على نفسي اعتماد كلي، باعتماد على ربنا يعني، ان انا اللي اعمل المشاهد لنفسي، وانا اللي مفيش واسطه، مفيش حد يعرفني اطلاقا. فعلا انا اصلا جاي من كفر الشيخ. برغبتك ان انت تنجح وان انت تتفوق وتبقى قدامهم يشوفوا. طب اللي كانوا بيقولوه لك يعني تعليقات في الوقت ده، لان الواحد ساعات ما بينساش كلمه تتقال في الظروف دي بالذات، بيبقى متوتر. وانا في اللجنه اللي كان فيها كرم مطاوع وسعد اردش الله يرحمهم واساتذه اخرين يعني، قلت جمله من مشهد شراره ده في الزنزانه. فريد كرم مطاوع كان بيبقى دايما قاعد وراكن كده قوي وبتاع، لقيته راح هامم وطالع لقدام، وسمعت كلمه ممثل من حد منهم يعني. يا سعد اردش بيقولها لكرم او كرم بيقولها، وراح كرم قايم بنفسه وجاي لي على الستيج ونزل لي مديلي ايده وقال لي تعالى يا حبيبي ومش عارف ايه. وراح منزلني على البيانو، وعبد الحميد توفيق زكي بيختبرني في الصوت الفويس يعني. كانت حاله، وكرم مطاوع واقف له على البيانو اللي هو لازم تنجحه. من المشهد ده شافك تماما، ارى ان انت ممثل جيد ومتميز. السنين بقى في المعهد ذكريات ايه مع الزملاء؟ لان بيبقى دايما في الدفعه بتاعت المعهد دي تبقى من اجمل الدفعات، وانتوا عددكم دايما بيبقى قليل طبعا، وكله بيحاول يلاقي شغل لبعضه، وبتبقى الادوار بسيطه، واي دور بيتقدم بيبقى شيء جيد جدا. ودايما المسرح القومي طبعا بيبقى الاساس لحاجات كتيره واعمال كتيره. زملائك بقى كانوا مين في الفتره دي؟ يعني الفتره دي كان طبعا منال سلامه ووفاء عامر، وبعديها بسنه كان رامز جلال ومجدي كامل واحمد حلمي وصفاء الطوخي. ناس كتير يعني كانوا في الفتره دي. طبعا هم كانوا مسميني الجهبذ. طبعا، لان واضح انك يا دكتور كمان كنت ماشي ايه يعني، التفوق استمر بعد هندسه كمان. واي وقت فاضي ابقى في المكتبه يعني، دوروا عليا. طبعا ما كانش فيه موبايلات. طبعا، فاي حد عايزني يبقى عارف ان انا في المكتبه لو ما فيش محاضره. وساعات يبقى عندي وقت فاضي فاخش محاضره لاستاذ تاني في سنه مرحله مختلفه غير بتاعتي. ابقى رايح احضر اشوف ايه. انت اكيد يا دكتور كنت ملخصاتك دي بتتوزع. انا كنت بجمعهم واعمل لهم تلخيص دروس خصوصيه فنيه، واديهم حصص لناس في سنه ثانيه او ثالثه وانا لسه في اولى، ممكن ابقى بديهم